المدير التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي قال إن كل تطور تكنولوجي بيحصل غرضه هو تحسين حياتنا، وإنه مصدق إن التحول والتطور السريع لل AI هيكون ليه تغيير إيجابي على الاقتصادات ومستوى تعليم وإنتاجية الأفراد واللي محدش شافها قبل كده، واللي هيكون أكبر من تأثير ظهور الموبايل والإنترنت. وقال كمان إنه متحمس قوي إنه يخلي ال AI متاح لكل الناس حول العالم، وقال كمان إنه شايف تطور سريع لل AI بيحصل من السنة للتانية بطريقة مش متخيلها، وشايف ملايين الناس اللي ابتدت تستخدم ال AI في شغلها، واللي بقى قادر على إجابة أسئلة معقدة وقدرته على القيام بمهام ما كانش يقدر يعملها من سنة فاتت، وإن المفروض ما نقلقش لأنهم بيتعاونوا مع خبراء عالميين وحكومات أثناء تطوير ال AI علشان يطمنوا إنه ما يكونش خطر على الناس قبل إتاحته للعلن. ودي مقدمة طويلة لجيميناي، يعتبر أول مالتي موديل قادر على تحليل وفهم وربط المعلومات اللي تديها له ببعضها زي دماغ الإنسان بالظبط. يعني لو اديته شوية صور وفيديوهات لمشكلة ساعتها بيحلل كل البيانات دي وبيديك حل واضح للمشكلة واللي اتبنى من الصفر في مختبرات جوجل ديب مايند وبالتعاون مع جوجل ريسيرش. انت متخيل يعني ايه ال AI ده بيقدر يفهم البيانات، مش مجرد انه يحللها زي الاصدارات الاولى من ال AI موديلز واللي كان دورها ابسط من كده بكتير. يا دوب اديلها صورة مثلا وتسألها اللي في الصورة، ويوم ما تزيد قوي ممكن الموديل يحسن البيانات دي بطريقة ما. وكلنا فاكر في الاصدارات الاولى من شات جي بي تي الناس كانت بتحاول تسأله عن عمليات حسابية بسيطة، جمع وطرح مثلا، وكان بيدي اجابات خاطئة، وده اللي مش موجود في جيميناي، وده لانه بيفهم البيانات. وبالفعل جيميناي بقى متاح دلوقتي وفي 3 اصدارات منه، نانو وبرو والترا، وهنبتدي بالالترا علشان يكون اول موديل يحصل على 90% اجابات صحيحة في اختبار ال MMLU Massive Multitask Language Understanding، وقدر يجاوب على عدد كبير من الاسئلة في مجالات مختلفة، واللي وصل عددهم ل 57 مجال مختلف، وكان منهم الرياضيات والفيزياء والتاريخ والقانون. والخطير في الموضوع اكتر واكتر هو ان بقى عنده قدرة كبيرة على حل المشكلات البروبلم سولفينج. وكمان عملوا مقارنة بين جي بي تي 4 والمملوك لشركة اوبن اي اي واللي بتستخدمه في شات جي بي تي وبين النسخة الالترا من جيميناي، وحقق تفوق كبير على جي بي تي 4 واللي وصل ل 90% الى 86.4 لصالح جي بي تي 4 في اختبار ال MMLU. والمقارنة شملت اكثر من شيء، فكان من ضمنها اختبار قدرته على استنتاج المعلومة أو الإجابة الصحيحة بناء على المعطيات، وأيضا اختبارات في الرياضيات وهي قدرته على حل المعادلات الحسابية، وكذلك حل أسئلة الجبر والإحصاء وأشياء متقدمة في الرياضيات. وطبعا اختبار البرمجة كان من ضمنهم وهي قدرته على توليد كود برمجي خالي من الأخطاء. وكمان قدر يحصل على درجة عالية في اختبار ال MMMU، اختصار لي Massive Multidiscipline Multimodal Understanding. الأسامي طويلة حبتين تحس ان الاختصار عايز اختصار تاني. المهم انه جاب في الاختبار ده حوالي 59% الا 56% لصالح جي بي تي 4، ومعظمنا يلاحظ ان الفرق مش كبير، ولو جي بي تي 4 اتجدعن شوية هيجيبهم. ولكن سبب فرحتهم ان جيميناي ما اعتمدش على OCR، اختصار لي Optical Character Recognition، ودي أداة بتقدر تستخرج النصوص من الصور، وده معناه ان جيميناي بيقدر يستنتج النصوص اللي في الصور بنفسه. وده دليل ان جيميناي قدرته على الاستنتاج قد تفوق التوقعات في الفترة القادمة، وده كمان لأنه مش مالتي موديل عادي زي جي بي تي 4، ولكن ده بالمختصر كده موديل واحد بيقدر يعمل كل حاجة. وكتير ممكن يسأل في الاختبار الخاص بالكود، لاحظ إنه معتمد على بايثون، يعني الكود اللي هيولده الموديل ده هيكون بلغة بايثون فقط. فازاي هم بيقولوا إنه يقدر يولد كود في أكتر من لغة برمجة؟ أولا لازم نعرف إيه هو اختبار الهيومن إيفال، ودي عبارة عن داتا سيت واللي هي مجموعة من البيانات مقسمة في هيئة جداول لتبسيط عملية البحث، وفيها أكتر من 164 سؤال برمجي مختلف في أكتر من لغة برمجة، وكل سؤال ليه 8 يونت تيست أو وحدة اختبار. وبيختبروا الموديل إنهم بيسألوه أسئلة من الداتا سيت، وبعدين بياخدوا الإجابة بتاعته ويشغلوا عليها اليونت تيست الخاصة بالسؤال، ولازم على الأقل ينجح في واحدة من اليونت تيست دول. وهم هنا اختاروا إنهم يختبروه على لغة بايثون فقط. وبالنسبة للغات التانية يعتبر نجاح الموديل في توليد كود صحيح
النجاح في لغة واحدة فقط هو نجاحه في توليد كود للغات التانية، لأن في أدوات دلوقتي تقدر تحول الكود من لغة للتانية بدون مشاكل عن طريق استخدام الكومبايلرز، واللي كل لغات البرمجة الهاي ليفل زي السي شارب وجافا ونجمة الجماهير التايب سكريبت بتستخدمها علشان تقدر تحول الكود ده إلى لغة أقرب إلى لغة الآلة، كمثال الأسمبلي ومنها إلى الصفر والواحد. وبالنسبة للاختبار اللي بعد كده في إمكانية توليد كود برمجي هو Natural to Code. إيه بقى الفرق بينه وبين الهيومن إيفال؟ الإجابة ببساطة خالص إن مفيش أي فرق، لأنها أيضا عبارة عن داتا سيت زيها زي الهيومن إيفال، ولكن خاصة بجوجل فقط ومش متاحة لأي حد إنه يطلع عليها، ولذلك الاختبار ده مازال فيه شوية شك بخصوص النتائج بتاعته. ومن هنا ممكن نسأل، هل جيميناي بقدرته على توليد الكود البرمجي يقدر يحل الكومبيتيتيف بروجرامينج؟ ويعني إيه الكومبيتيتيف بروجرامينج أصلا؟ جوجل بالفعل كان عندها AI موديل قبل كده بيقدر يحل الكومبيتيتيف بروجرامينج، وهو ألفا كود. اللي مننا ما يعرفش، الكومبيتيتيف بروجرامينج هي عبارة عن مسابقات بتتم بين المبرمجين للوصول لأفضل حل لمشكلة معينة باستخدام لغات البرمجة اللي عارفينها ظهرا عن قلب لكتابة كود برمجي لحل المشكلة. ومش مقتصر على الحل بس، ده الأداء والسرعة شيء مهم وبيتحسب، والفائز في المسابقات دي بياخد إما جوائز أو بيترشح للتعيين في شركات كبيرة زي جوجل ومايكروسوفت وغيرها. ولكن فين أقدر ألاقي حاجة زي كده؟ أشهر مثال هي مواقع زي توب كودر وكود شيف وكود فورسز، واللي معظم المبرمجين بيقضوا وقت كتير على المواقع دي لتنمية مهاراتهم في حل المشكلات. والمهم بقى إن شركة ديب مايند واللي طورت ألفا كود قدروا يخلوا جيميناي مش AI عادي، من اللي بيحلوا المشاكل الحسابية البسيطة زي عمليات الجمع والطرح والحاجات العبيطة دي، ولكن وصل لمستوى إنه بيحل أسئلة معقدة جدا، وكمان وصل إنه بقى بينافس المبرمجين نفسهم، وبقى من ضمن أول 54% من المبرمجين اللي موجودين على كود فورسز. وكتير ممكن يظن إن ده عادي، ولكن الإعجاز في الموضوع إنه وصل للمستوى ده عن طريق إنهم خلوه يحل أسئلة جديدة تماما ولم يتم تدريبه عليها قبل كده. وده معناه إنه بيقدر يفكر، مش مجرد إنه بينسخ الكود من هنا ويحطه هناك، ولكن ده بيفهم المشكلة وبيفكر للوصول لأفضل طريقة حل وكمان أفضل أداء. وجوجل ما وقفتش لحد هنا، ولكنها بقى عملت نسخة جديدة من ألفا كود وهو ألفا كود 2، واللي بيعتمد على جيميناي. وده معناه إن جيميناي مستواه أعلى كمان في الكومبيتيتيف بروجرامينج من ألفا كود، شيء فوق الخيال. وفي ورقة البحث اللي نشرتها جوجل عن نتائج جيميناي في الاكسبليننج ريزنينج كان مستواه أعلى بكتير من أمثاله من الاي اي موديلز التانية. فيعني إيه الاكسبليننج ريزنينج؟ وهي قدرته على تحليل المشكلة والوصول إلى الاستنتاجات والحلول المنطقية وبخطوات محددة مهما كانت عدد الخطوات اللازمة لحل المشكلة. يعني في الفيديو ده ادوله ورقة اختبار فيزياء وفيها شوية اختيارات، وفي وقت محدود قدر يحدد ايه الإجابة الصحيحة. واللي يعتبر إعجاز علمي فعلا هو إنه بيقدر يشرح إزاي وصل للاستنتاجات دي، وكمان تقدر تطلب منه إنه يشرح لك الحلول والاستنتاجات بطريقة أبسط، وكمان تقدر تخليه إنه يدربك على أسئلة من عنده ويصحح لك إجاباتك. من الآخر مدرس خصوصي، وما بقاش مقتصر إنه يتعلم مننا بس، ولكن ده بيعلمنا كمان. جوجل كمان بتقول إن سر تفوق جيميناي هو إنه مبني على natively multi model. إيه الفرق بينه وبين المالتي موديل المستخدم في GPT-4؟ أولاً في نوعين من ال AI موديل، هما السنجل موديل والمالتي موديل، والفرق الأساسي بينهم هو نوع وحجم البيانات اللي اتدرب عليها الموديل. في مثال، تعالوا نفترض عندنا AI موديل هيستخدم في الأجهزة الطبية علشان يحدد حالة المريض، وبياخد شوية مدخلات زي معدل نبضات القلب، وعن طريقها بيقدر يحدد لك حالة المريض. والموديل ده استخدمه في تدريبه بيانات تحتوي على معدل نبض القلب لعدد كبير من المرضى، وده بنسميه سنجل موديل. وده لأن تم تدريبه على نوع واحد فقط من البيانات، وبسبب عدم دقته لم ينتشر فكر الاعتماد على ال AI حتى ظهر النوع الثاني المالتي موديل، واللي بيستخدم في تدريب النوع ده من الموديلز أنواع مختلفة من البيانات. كمثال، بالإضافة لنبض قلب المريض تم استخدام بيانات من نوع آخر زي صور وإشاعات وملفات فيديو عن حالة المريض، وبيدمج هو البيانات دي كلها، واللي بيخليه يقدر يدي نتيجة أكثر دقة، وبيقدر يخرج النتيجة دي في هيئات مختلفة للبيانات زي الصور والفيديو وغيرهم. والمهم بقى إن فكرة عمل المالتي موديل مبنية على تدريب عدد كبير من ال AI موديلز على نوعية
بيانات مختلفة وبعدين الجمع بينهم في موديل واحد، زي اللي حصل في شات جي بي تي. ولكن جيميناي مختلف تماما، لأنه عبارة عن موديل واحد فقط تم تدريبه على كم هائل من البيانات في مجالات مختلفة وبأنواع وأشكال مختلفة زي الصور والفيديوهات والصوت. وده اللي خلاه يقدر يتفوق على شات جي بي تي بقدرته على التفكير والاستنتاج المنطقي. ومن هنا تيجي شوية أسئلة، إنك علشان تقدر تدرب AI موديل بالشكل ده لازم هتحتاج جهاز كمبيوتر خارق. إيه الأجهزة اللي جوجل استخدمتها أثناء تدريبهم لجيميناي؟ وليه ما اعتمدوش على الجي بي يو؟ وهل OpenAI بتستخدم تكنولوجيا أفضل؟ جوجل اعتمدت في تدريب جيميناي على نوع من الأجهزة خاص بيهم وبيطلق عليها TPU، اختصار ل Tensor Processing Unit، وده نوع من ال AI Accelerators، والنوع ده بتستخدمه جوجل في كل تطبيقاتها بداية من محرك البحث واليوتيوب والجيميل. ولكن على الجانب الثاني OpenAI ما زالت بتعتمد على A100 وهو جي بي يو من إنتاج شركة انفيديا. ولكن هل التي بي يو أسرع وأفضل من الجي بي يو؟ وليه ما اعتمدوش على السي بي يو أو البروسيسور العادي اللي موجود في معظم الأجهزة بدلا من الجي بي يو اللي بتعتمد عليه كروت الشاشة؟ وبالفعل الشركات دي ما اعتمدتش على السي بي يو لأنه بيعالج البيانات على التوالي، ومع الحجم الرهيب للبيانات اللي لازم الموديل ده يتدرب عليها هياخد وقت كتير. وعشان نفهم اكتر، لو انت واتنين صحابك داخلين مسابقة اسئلة ومطلوب منكم تذاكروا 30 سؤال والوقت اللي محتاجينه نفترض 30 دقيقة علشان كل واحد فيكم يذاكر كل الاسئلة، ولكن ايه اللي هيحصل لو جينا وقسمنا ال 30 سؤال بينكم انتم التلاتة؟ ساعتها كل واحد فيكم هيذاكر 10 اسئلة بس، والوقت اللي هتحتاجوه هيقل ل10 دقايق فقط. وده نفس اللي بتعمله ال AI Accelerators، لأنها عندها قدرة على تدريب الموديل على أكتر من شيء على التوازي وبالتالي وقت أقل. ومعظم الشركات كانت بتعتمد على الجي بي يو بشكل أساسي في تدريب ال AI Models زي اللي موجود في كروت الشاشة، لأن النوع ده من المعالجات بيقدر أيضا إنه يعالج المعلومات على التوازي. ولو معظمنا متابع أكيد سمع عن إصدار انفيديا ل A100، وهو نوع جديد من الجي بي يو مخصص لتدريب ال AI موديل، واللي بيوصل حجم الميموري فيه ل 80 جيجا بايت وسرعة نقل بيانات بتيرا بايت في الثانية. انت متخيل؟ ده اسرع من السي بي يو العادي ب 250 مرة. من الاخر 7 كروت شاشة في بعض. وكتير مننا ممكن يسأل، هو ان معظم المعالجات الحديثة تقدر تنفذ اكتر من عملية في نفس الوقت، فايه الجديد؟ فعلا ده صحيح، وبالفعل شركة انتل عندها بروسيسور زي اكسون واللي يقدر يستخدم في تدريب الاي اي مودلز، ولكن استخدام السي بي يو مازال غير مرجح، لان اعلى سي بي يو بيقدر يعالج فقط 64 بت من البيانات في الثانية الواحدة. ولكن لو جيت بصيت على كروت الشاشة واللي بتستخدم الجي بي يو هتلاقيها تقدر تعالج أرقام أكتر من كده بكتير، عشان كده تكلفتها بتبقى عالية. وعشان كده بنلاحظ إن دايما كروت الشاشة أغلى حاجة في الأجهزة. ولكن بعد كل ده ليه إصدار جيميناي ألترا مش متاح لحد دلوقتي؟ وهل ده معناه إن جوجل استغنت عن بارد لما أصدرت جيميناي؟ طبقا لكلامهم إن جيميناي ألترا لسه محتاج شوية اختبارات علشان يتأكدوا إنه آمن بنسبة 100%، ولذلك هيبقى متاح فقط لعدد محدود جدا من عملائهم. وبيتوقعوا ان على بدايات السنة الجديدة هيتم اصدار بارد ادفانسد واللي هيعتمد على جيميناي الترا، واللي هيتيح استخدامه ولكن بشكل غير مباشر. واللي نقدر نستنتجه من الكلمتين دول انهم مش متأكدين ان قدرات جيميناي مجرد بروباجندا وشو اعلامي، ولا شكله هيعملها فعلا وهيحط على كل المالتي مودلز التانية. واكيد معظمنا سمع ان استخدام الاي اي مودلز ليه اخطار كتير. هل بقى جوجل عملت حسابها اثناء تطويرها الجيميناي؟ وبخصوص الموضوع ده بقى معظمنا عارف عن مشاكل قانونيه كتير واجهت شركه اوبن اي اي بعد اصدارهم لشات جي بي تي، وده بسبب ان كان بيستخدم بشكل خاطئ من قبل المخترقين وفي عمليات الاحتيال. وكذلك كان عندهم مشاكل كتير بسبب حقوق الملكيه للبيانات المستخدمه في تدريب الاي اي مودلز، كمثال المشكله الاخيره بين اوبن اي اي وجريده نيويورك تايمز، واللي اتهمت الاخيره اوبن اي اي انها استخدمت مقالاتها في تدريب الاي اي مودلز بدون وجه حق.
ولكن جوجل على الجانب الآخر كانت أصيع لما أصدرت جيميناي، وكانت حريصة إنها ما تكررش أخطاء منافسيها زي اوبن اي اي ومايكروسوفت، عشان كده أتاحت استخدامه عن طريق منتجات تانية زي بارد ادفانسد بشكل غير مباشر، عشان لو في أي مشكلة حصلت يقدروا يخلوا بارد يعتمد على أي موديل تاني إلى أن يصلحوا جيميناي. وكتير مننا أكيد باله مشغول بسؤال مهم، هو إن ليه الشركات دي بتتخانق على تكنولوجيا الاي اي رغم إنهم بيقولوا إن الغرض من تطويرها هو إفادة الناس، وإنها مش تجارة، وإن المفروض أن لا تكون محتكرة لأي جهة معينة. والإجابة من وجهة نظري المتواضعة إن لو معاك تكنولوجيا حديثة يبقى أنت اللي مسيطر. ولما اوبن اي اي ابتدت في 2022 تعلن عن المنتج بتاعها شات جي بي تي، ما كانش عندها تمويل كبير وكافي إنها تكمل بدون مايكروسوفت، وطبعا الشركات التانية أكيد ما كانتش هتقعد تتفرج، وبالتالي ابتدوا هم كمان. كمثال عندنا جوجل واللي ابتدت ببارد، وشركة ميتا أو فيسبوك ابتدت تخش في الصورة هي كمان، وابتدت تشتغل على نسخة الاي اي موديل بتاعها. واكيد معظمنا ملاحظ قد ايه الاي اي بقى مستخدم في كل مكان، بداية من الشركات الكبيرة الى الاجهزة المنزلية واجهزتك الخاصة زي الموبايلات مثلا. واخيرا يجي سؤال، هل قريب هنلاقي شركات عربية عندها الاي اي موديل الخاص بيها؟ ولحد هنا خلصت حكايتنا، واشوفكم في الحكاية اللي جاية على كودكس لاين، والسلام عليكم.